بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا الكامل لاباس وأيامكم عسل. مقرود مشحر. هنا عنا المقرود، مقرود الكوشة، سلطان المعدة. يعني أغلبية الموائد لازم يكون حاضر فيهم المقرود. هو سهل في الحقيقة، أسهل منه ما كانش. خطواته 1 2 3. خطواته في الماء مش في البسوس، هذه أهم حاجة. إنه الغرس يكون طري، يعني 1 2 3 حوايج ما ساهلين. نشوفوا مع بعضنا كيفاه يدار مقرود الكوشة. مشاهدة طيبة. عنا هنا الدقيق، أنا هنا درت كنزة. شوفوا خشين ولا رقيق ولا المتوسط، كي تعودوا متمكنين من الماء. مشكلة الدقيق يعني مش مشكلة كبيرة، صح. نوعية الدقيق ها هو متوسط. أنا هنا درت كنزة. عادي، هو بعد ما صفيت ما درت ما صيرته ما والو. هنا درت 3 كيلات بكيلة. الكيلة تاع السمن مفيضة بالزبدة باش نكونوا واضحين. يعني خطوة خطوة بربي إن شاء الله هنقولوا النقاط الضرورية اللي تنجح المقرود. هنا الغرس كنت عجنته طري. الإضافات هذه كل واحد كيف يحب يدير الإضافات. كان اللي يحط الطيب، القرنفل، الكبابة، كل واحد كيفاه يعجنوا بالماء يعجنوا بالزهر. هو يعني ريحة المقرود بالزهر روعة، خاطر ذقت على داروه بالماء بصح والله خرج روعة حتى بلا زهر. بصح ريحة الزهر في المقرود تعطيه النكهة تاعو الخاصة. هنا عجنته عادي طري وحطيته لهيه. ندورو درك نكملو الدقيق. قلنا 3 كيلات بالغميقة هذه تاع الجاري اللي نورمالمون تاع تقريبا عند الناس الكل. وهنا دير لي تقريبا نص بلا، نص بلا تاع الكوشة مش البلا الكبير، نص بلا. 3 كيلو هذه الكيلة بعد هي اللي حنكيلو بها الماء. ومش ضروري ان نكملوها كاملة على حساب الدقيق يشرب ولا لا. هذا يشرب، هذا الدقيق راهو يشرب. نحطو 3 كيلات دقيق متوسط مع كيلة سمن مفيضة بالزبدة، ونبداو نبسو. البسوس هنا البنات أول حاجة طبعا نقولوا بسم الله، تاني حاجة ما نخافوش، أهم حاجة إنك ما تخافيش منه، وأسهل منه ما كانش. هاني مشي تمسوه باش كي تجيو نبسسوه البسوس، خاطر لازم يشرب البسوس تاعو مليح. كاين اللي يبسو في الليل، نحطوا له البسوس ونخليه يرقد في البسوس وغدوة نخدموا بيه. كنتي زاربة أخدميه حتى في دقيقته. هادو الحوايج صح، النقاط هادو ممكن يعطيو نتيجة، بصح كي تعودي زاربة تقدري تخدمي بيهم، فوتيهم عادي. شوفوا كيف قاعدة نبسس فيه. الحرارة تاع اليد نحكها مليح مع نحك الدقيق في بعضاه مليح، مش نمسه. يعني نحط يدي مع القصعة كيما قاعدين نشوفوا، ها نحط دقيق ما بين الكف والكف ونبسه مليح لدرجة انه كل حبة من الدقيق تتغلف بالسمن. نحكوه مليح، ما نخافوش منه، نستعملوه، ندوروا الدقيق يدنا في القصعة عادي. نهضر عن المبتدئات اللي زيي. نبسوه مليح. هنا نولي يعني تقريبا هكا في يدنا عجينة وكأنه مبلول وهو مش مبلول. هنا الكيلة تاع الماء خلطتها مع الزهر، والماء يكون دافي، ضروري انه يكون دافي باه ما يجمدناش الزبدة. حطيت الملح الكيل المناسب لي تاع 3 تقريبا، حوالي مغرف كبيرة مش معمرة. ونبدأ نبل بشوية. هنا البلان هو اللي عليه الضرب اللي هنا تقريبا حطيت بطاطس من مدينة. دونك حتى كون تكوني بسستيه مليح وبصح البلل تاعو مش قد راح كيف نقولوا حنا يصم. تجي الكعبة طرية مش طرية، بصح ما يتفتتش. يعني كي ناكلوا الكعبة نعضوها نلقاوها شوية يابسة. بصح طرية كي ناكلوها نلقاوها طرية. بصح كي يعود نبس الصح والماء تاعو قد انه الكعبة ما تفتتش بين يدينا، حاجة باينة، بصح نلقاوها طرية. هنا أني مانيش نعجن بالكف اليد ونضغط كيما قاعدين نشوفوا. أني نجبد بشوية ونبخ الماء بشوية ونبخ،
ون ون نحاول نخلّط كيما قاعدين نشوفوا، نخلّط برك بحيث أنه العجينة كاملة تتبل بالماء بدون الضغط عليها، بالعربية الفصيحة ها، ما إحنا ما تقوليش أني ما فهمتش، يعني خطوة، خطوة قاعدة نمشي بها، ونلم بشوية ونلم، ها، شغل نكركب الدقيق باه يتبل برك، نكركبو باه يتبل. البلول البلول تاع الماء هنا ريحة الزهر هنا طالعة تهبل. ونرجع شغل نكون مرتبة فيه في القصعة، هاني نجبد بالعقل ونرجع. أني ما قطعتش النقطة تاع البليل، لأنه البسوس كيما قلنا أسهل حاجة، حطيه وحكيه مليح البسوس يتبسس حتى يعني تشوفيه في يدك تلم. الماء هو اللي عليه الماء هو اللي عليه الضرب. هاني نحط بشوية، حاطة الماء الكيلة تاع الماء بالزهر قدامي، ونهز بشوية ونحط ها بشوية برك ونحط ونقلب، شغل نقلب برك الدقيق، ها نقلبه برك نكركبه في بعضاه من غير ما نعجن باه يتبل. هاني نجيب هادي قدامي ونزيد شغل باه ما يغلبش، باه ما تغلبكش الكمية بشوية خلاه. كيما قلنا الخطوة المهمة هي ما نخافوش. شو هنا كي بليت هذا وهذا مازال مفتت، شوفوا هذه كيفاه تلمت، واللي في الجهة اللي من هيه مازالت ما تلمتش، شغل مفتت هنا مازال ناقص ماء باش نعرفوه وقتاه نحبسوا الماء باللي الكيل تاع الماء تاعو قد قد. هاني دركا نلمو كامل ونخليه يرتاح خاطر أكيد يشرب الماء. هاو هنا خليته تقريبا واحد ربع ساعة 20 دقيقة، وكأنه تحطت فيه قطرة ماء. ها هنا سورتو إلا كان الحال شوية بارد أو واش راح يكلحنا هنا الزبدة تكون جمدت. على هادي قلت أنا الماء يكون شوية دافي، شوية برك باه ما يجمدهاش بزاف. رجع شرب ولا كأنه تحطت فيه قطرة. هنا اللي لازم نديرو الكليبر تاعنا، ما نزيدوش بزاف خاطر لا زدناها هنا بزاف تحية له زكية الله. هاني عاودت غير شوية نحط ونعاود نبل بشوية، نبخ شوية برك ونعاود نحركو. هنا هاني كملتو، هاي النتيجة تاعو كيفاه. نردو على بعضه ونغطيه بالساشية ونبداو نخدمو فيه. هنا البنات اللي كانوا زيي كنت نقول كيفاه يدخل الغرس في النص العجينة، كيفاه كانوا يديرولو. هذا مكان نحطو العجينة الغرس طري بنفس الطراوة تاع العجينة ونديروه لموه حربوش. أنا ننصح يعني وأحسن حاجة أن نديروه كامل حرابش ونحطه في الساشي ومن بعد نخدمه بالوحدة، ما يكون عالي، ما يكون يعني العجينة ما تكون غالبة دقيق، الدقيق ما غالب العجينة. هنا هاني خدمتهم الكل حربوش وممطون. نشوف العجينة إذا تطيح قد قد، أنا هنا طاحت لي شي في الرا. هاني لميتهم كامل ونحطهم قدامي ونخدم طبعا مغلفين بالساشية ونخدم بشوية. هاني هنا باليد برك نشوفوه الكيل اللي يجي مليح، ما طالع الكعبة بزاف، ما يجي الغرس شوية والعجينة بزاف، ولا الكعبة تجي هابطة بزاف. هنا اختاروا المرشم يعني اللي يساعدكم. أنا خدمت هذاك تاع 2000 وخربش قديم تاع جداتي، يعني نحب ندير بيه، بس هي خرج الطوابع يعني هنا كيما تحبوا. نحطوه ومن نحصروش بزاف في بعضاه باه ما يقعدش أخضر بين الكعبات، والكوشة هي تتهلا فيه. هذا مكان هاي نقصوا بهذه باه تجي الكعبة اللي تحب تقص بالجهة السامبل عادي، بصح باش تجي الكعبة يعني باهية شوية. ونبداو نقصوا هكا بشوية ونعاودوا نرجعوا هادي بعد الخطوة باه ما تبقاش الكعبة الحرف تاعها خارجين تجي. وهذه اللقطة تاع الموس ضرورية جدا، ما تخليش الكعبة تلصق في الحاجة اللي نخدموا عليها، تسهل لنا ان نهزوا الكعبة بكل سهولة. ها الكعبة جات ما عالية ما، ويكون واجد المقرود تاعنا. هنا اللي الكوشة يحمرها ما يحمرهاش هذه كل واحد اختياره. والعسل تحبوا تصبوا هكا تحبوا تشحروه، يعني نحطوا
العسل يسخن ونشحروه بالكعبة، وهذه أنا اللي نفضّلها، نحبّه en même temps يكون شوية دافي باه نشم ريحة الزهر فيه. إن شاء الله تكون واضحة الخطوات وتجربوه ويصلح لكم وجاية طيبة.